طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قبل كل شيء قبل الجماعة حقيقة يا أخواني، أنا ربما يمساكم لي أنت ويش نيرم عرب ترح بسمع سبات نيرم من كتب مرمي سمعوا التجرينا. طيب، زي حونا عن توي تركم زنبرة انتهي تسامعنا نحن حجي أنا الجزء حد زرباناتي حصير كوكتيل تودي أخوان قال لكم أبزمش أنا كوكتيل زرباي قال عرب قال التجرينا أجل تركم سلا زي بكا معها هي بكا خلاص صدق عيني حونا. فأنا حجي كوكتيل قال خزار بيتم عرب كركونيهم تم تجرينا كركونيهم إن شاء الله. جزاكم الله خير. طيب، أحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى، وأصلي وأسلم على عبده المصطفى ونبيه المجتبى نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتب لكم الأجر، وأن يكتب للقائمين لهذا الجمع الكريم المبارك بإذنه سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يصلح لهم أمور دينهم ودنياهم وآخرتهم. طبعا خمسة عين التجمع يا إخواني قال لي لا يكون، لأنه خمسة أخونا الشيخ توفيق قبل الناس وعلى عندي التجمع من أساسيات الدين، من أساسيات الدين. الدين الإسلامي قام على الجماعة، قام على الجماعة. نحر دات حوابير كان نحر دات حواويسكا إذا كل زي عبر فوائد زلوا. أولا التي أمور بعيننا اليوم التي فوائد نصرة الإسلام والمسلمين. والأمر الثاني أن هذه التجمعات هي تذكر بالله سبحانه وتعالى، حيث أن الله سبحانه وتعالى يعني رب سبحانه وتعالى جعل لنا إيش؟ جعل لنا من يعني الأشياء من الأصغر إلى الأكبر إلى الأكبر. الله جل وعلا أمرنا أن نصلي صلاة الجماعة. بعد صلاة الجماعة عندنا صلاة الجمعة، وبعد صلاة الجمعة عندنا صلاة العيد، وكل واحدة تكون أكبر من الأخرى، ولا لا يا أخوان؟ ثم يأتي اليوم الأكبر وهو يوم الحج أو يوم عرفة. إذا ما حد تنتهي خوان حجي سبعة كم كله يذكر الله سبحانه وتعالى، أي أن الله جل وعلا كما خلقنا كذلك سيبعثنا وسيجمعنا في موقف واحد. فالتجمع هو من أساسيات الدين، ولذلك هؤلاء الناس زم حواتنا نستجمع زي ليل نهار تعيبهم صدرهم قريفهم زخلوا نحن أكتنا جزء بصحنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم لهم مرادهم وأن يجزيهم عنا كل خير. أما كلمتنا نيلوم عندي زربان الزارب الله زعمتك من زاربنا: اجعل أولويات حياتك أو حياتك دينك. أولويات الحياة اجعله الدين. طبعا يا أخوان، الحياة حياة بعد كله بفيه من أن تبدأ من ولادتك كتولد للجميرك، مرحلة الطفولة يمثل مرحلة الطفولة. بعد مرحلة الطفولة يأتي يعني تكون أكبر من ذلك الشباب، وبعده الرجولة، وهكذا المرأة، وبعده إلى الممات. إذا حياة زي مترامية الأطراف زبموله كفحله خنا حياة زبموله أبزي بزحنا جايزنا. والإنسان من يوم ولادته إلى مماته
كاب تولد الله قصاب زموت الله يسعى ليسعد حياته سعادة زلوانا برانا خنبر بتحمل لسعر ولذلك تختلف مشارب الناس الكسبات نزا سعادة زياء نخدليوا يجعلون في حياتهم أولوية بحياتهم تايقبر أولوية قبر إذا أولوية زي أنت تخون حجي إذا أولوية زي أزقبر بحياتنا يسعر الله بأي كان وربما يدفع لها إيش حياته لكي يعيشوا فمن الناس من جعل أولويات حياته الملك سبعة له من أولويات حياته ملك أنا ملك خركب علني ما أنت تاكركب سعادة ما أنت خركب ملك نحب هذا رخيبة سعادة يركبه نحب رخيبة يا أخي لا بد من ملك زيادة تخاف لله تخاف على مدى حتى نعيش حتى لا تضيع من يدي تاريخ دمزنا تاريخ صحيح ممن ملكوا أرض الدنيا زي بل ملكوا قرون نويح عمدات ملكوا سبعة هؤلاء الناس كبأتهم فرعون ملك قرون سنوات عديدة منه إذا ملكناته أولوينا حيانا فيها ولذلك نعان خذل أبيد المزح الله جل وعلا انتايلنا بزعبا فرعون زاربنا كله نتوم حزبناتو نزا ملكناتو نحافظ من تتايق بريرو فاستخف قومه فأطاعوا استخف أنا تزي كوين ناتي رأي تزي كوين يا جماعة زي كل زرائناتكم إيش ما له قيمة فأي واحد يلتفت إليه برأي من الآراء فهو إيش فهو يبعد ربما ينتقل إلى الدار الآخرة انتهى ربنا سبحانه وتعالى يقتل أبناءه ويستحيي نساءه ليش؟ لأنه يقترب إلى ملكه قالوا له أنه سيأتي غلام مولود أنه سيأخذ ملكك أو سيكون ضياع ملكك على هذا الغلام ملكنا فيك خير أولويات حياتنا فيك خير إذا لابد أن يذبح كل غلام لأنه من أولويات حياته بعدها كان زن سرعة ذبح وقتل واستخفهم ثم تطور الأمر بدأ يقول تايب الجميع ما علمت لكم من إله غيري جماعة بجاكاي تقزوا أسباني كنت سبرت ذلك ونعي سبب لك وصل الأمر إيش بدأ يتطور الأمر حفاظا لهذه الأولوية التي جعلها في حياته بل وصل إلى أطم من ذلك قال أنا ربكم الأعلى تخيل ما في أحد وصل أنه يدعي الربوبية لربما أحد يدعي الألوهية وهذا كثير وزحت له سب يعني كم ألوهية تتحاز سبب وزحت له من الأولياء والأنبياء والملائكة وإلى آخره وإن لم يرضوا لكن ما في أحد في الدنيا أنه ادعى بالربوبية معنى الربوبية إيش يا أخوان؟ أنه خلق السماء وخلق الأرض وخلق الجبال وخلق الأنهار وخلق البحار قال أنا ربكم الأعلى الله أكبر لكن هذه الأولوية التي جعلها هذا الرجل هل نفعته؟ هل كان نتيجتها صحيحة؟ إذا أولوية أزقبروا نتيجة صحيح كوين أبدا
ما كان. الله جل وعلا يقول في القرآن انتهينا فأخذناه إذا مستقبلت الزيادة مستقبلت هاي ربنا سبحانه وتعالى فأخذه الله سبحانه وتعالى بعقاب من عنده. يقول فأخذناه وجنوده فنبذناه في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. الله جل وعلا أخذهم أخذ عزيز مقتدر وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. إذا أولوية الملك في التقدير الشرعي ليست إيش أو ليس هو الصحيح. حدث من حدث أولوية هذه ملك، أما غيره لا تدخلني في دين ولا شيء خليني أحافظ على ملكي ما هو طاقتني، لا. هذا التقدير طلع غير صحيح. عندنا مثال آخر غير الملك ولربما يشارك في هذا كثير. الملك يعني الملوك قليل، لكن المثال الآخر هو مثال الغنى. من الأغنياء الذين قص الله سبحانه وتعالى لنا قصتهم قارون ملك كان دايما كنا 200 مليون، أموال ضخمة يعني بالتقدير العصري الجروان كان نزار كنا نتايرو ملياردير. الله جل وعلا ستناتو خبرنا كل تايبل مال ناتوسي إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. المفاتيح بس مفاتيح نايت المخازن ناي قارون نحنتي مفتاحناته حدث كالعلاج إليه انت هذا عساك الصلاة كقول له نتا مفتاح نتحفح قبله. طيب إذا كان أنت مفتاح المخازن عساك تسوي العلو اللي حدا أخوينا أفتوش المخازن انتهى لك أموال جوال مالتي. فهذا الرجل يعني صالحين متيهم كما خروج السبزي. الله جل وعلا يقص علينا يقول إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليها وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. كل ما لزحجي انت وجهه إلى البغي كقاقي جميل كما قد أخوت جميل سبعة أحلو جميل صالحين. تعال الله جل وعلا أحسن إليك رب سبحانه وتعالى هفته بك فقل له سبل وزحنا الصحابة زي حكاية نعات ملس لا تفرح بأنك إيش بأنك عصيت الله وتجبرت وخرجت من الحدود إن الله لا يحب الفرحين. كم زيلهم مخروج جميل سخلوا دابلوا كلو الرجل أولوياته بإيش أنه يحافظ على ماله. أنا مال علمي بدأوا يذكرونهم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. سقول مسبلوه يا جماعة لا تدخلوني في الدين ولا الدين أنا زي حياتي أولوياتي انتاج أولويات إني أجمع المال الزمال زي هو التمسوه بالله يتدبري. نعم المال ليس من أولويات الحياة، لا هو من أولويات الحياة. بل وصل الأمر إليه أنه قال إيش دايلو إنما أوتيته على علم. يا جماعة فلان يوكا بيوكا ولا قالت من لهم إنما أوتيته على علم. أنا بعلمي برهات زي سعيرة قالت أمسعكو كنزل بلزي ليس